لها الإطار التنسيقي نعم. برمتها، لأن المستفيد الأول والأخير هو قوى الإطار، وبالدليل أنهم سنة كاملة يماطلون من أجل تمرير قوانين تنسجم وتطلعات كتلهم وربما جمهورهم. احنا ما عندنا مشكلة أنه كقوى سنية نعم. أنه القوى الأخرى تشرع حسب مراجعها وحسب مذاهبها كقانون الأحوال الشخصية، ولكن هل يؤخذ بالاعتبار الأقليات الأخرى، المكون الآخر، يعني حقية المكونات الأخرى كالسنة والكرد والشبك والصابئة؟ هل هذا القانون سيمرر وبالتالي يفيد جميع الناس أو جميع التطلعات والاختلافات الفكرية؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه إذا صار البرلمان مقايضة أنه أمرر لكم قانون العفو العام، لأن يعني المتضرر الأكبر هم المكون السني والمعتقدين السنة، نعم. والحيف الأكبر وقع على المكون السني من بعد 2003 إلى الآن، وبالتالي تمررون قانون الأحوال الشخصية. إذا فقد شرعيته البرلمان العراقي كونه مؤسسة تشريعية ومؤسسة تريد أن تعبر العراق هذه الأزمات. إذا الأزمات والاحتقانات تنطلق من مجلس النواب العراقي، إذا أنا برأيي الشخصي أنه مجلس النواب العراقي فقد شرعيته إلى الآن. طيب يعني سيد نصير، جلسة دعا إليها الإطار التنسيقي، يعني علما أن السنة لم يتفقوا على مرشح لغاية الآن، يعني هل سيمضي الإطار مع جزء من السنة دون الآخرين؟ الإطار التنسيقي أخذ رئاسة الوزراء، سيطر على قرارات مجلس النواب ومرر بكيفه. نعم. القوى الأمنية والأمن الوطني، المخابرات، الاستخبارات، القوى الكبرى بما فيها التشريعية والتنفيذية مسيطر عليها الإطار. إذا الإطار أولا وأخيرا من مسؤولية تاريخية سياسية يتحمل نتائج وعقبات هذه السياسة مالته، سياسة فرض الهيمنة وسياسة أنا المكون الأقوى وأنا الأكبر وأنا بالتالي أقود البلد. من طيب. يلتحق بي وفق سياستي خلاص هو يشتغل وياي تخادم، واللي ما يلتحق بي وفق سياستي يعني وزعماء يعني سيد الإطار نصير، يعني هل اليوم القوى السنية هي في موقف ضعيف أمام الإطار؟ أضعف ما يكون في هذه الحقبة هو اليوم المكونات السنية. في الحقيقة نحن الآن كمكون سني، أتكلم سياسيا ما أتكلم اجتماعيا، نعم. نعم. نحن خارج صناعة القرار العراقي. أعيد، خارج صناعة القرار العراقي. ليش خارج صناعة القرار العراقي؟ البرلمان عرفا هو الذي يرسم سياسات البلد. إذا أقصي حق السنة هسه لتقدم لسيادة ما عنده مشكلة، يعني لعزم حق. سيد نصير، يعني عذرا على المقاطعة، لكن أحد البرلمانيين أو النواب البرلمانيين يقول أن الخلافات السنية هي التي تعوق عملية اختيار رئيس مجلس النواب، يعني حدد أن الخلافات السنية وليس الإطار التنسيقي. من الذي يغذي هذه الخلافات؟ من الذي يعطي عروض للخنجر؟ من الذي يعطي عروض لعزم؟ من الذي يتناغم ويختلف مع تقدم؟ أليس هم قوى الإطار؟ هو هذا المنطق. نعم. الإطار التنسيقي لو كان جاد فعلا لقال اذهبوا خلاص أنا أريد تتفقون على مرشح واحد وتجوني. يعني صار سنة كاملة أزمة في مجلس النواب. طيب أوكي ما عندي مشكلة، السنة هم سبب أزمة مجلس النواب. قبل سنتين قبل يجي السوداني منو كان سبب المشكلة في الإطار في رئاسة الوزراء؟ نعم. أليس قادة الإطار؟ إذا الإطار يقود العراق بأزمات ولا نعم. يقوده بحلول. طيب يعني تمام؟ سيد نصير، يعني لنرسم سيناريو مستقبلي، يعني إذ ما مضى الإطار مع تقدم باختيار رئيس البرلمان دون موافقة السيادة وبقية الأطراف السنية، يعني ما الذي سيترتب مستقبلا؟ السيناريو الآتي يحتمل مستقبلا ثلاث حلول. أولا، يا إما
تعدل النظام الداخلي، وهذا ربما عليه فيتو من قوى الإطار وبعض القوى السنية، حتى يستحق أنه القوى السنية تزج بمرشح آخر، أو يدفع بالمشهداني بجمع تواقع أكثر من 55 نائب لصالح تقدم بتخادم واتفاق مع الإطار للخروج من هذه الشرنقة، الخروج من هذه الأزمة. هو أضعف الإيمان، والسيد المشهداني هو يختم عمره